صباح الخير يا حبيبتي، يلا عشان اوصلك للمدرسه عشان ما تتاخريش. يوه خلاص جايه اهو. ايه ده؟ هو انت ما عملتيش فطار؟ اروح المدرسه من غير فطار ازاي يعني؟ ايه يا مريم الاسلوب ده؟ ما عملتش فطار مش مشكله، هجيب من بره، بس ما تتكلميش من الاسلوب ده تاني. يو بقى انت هتقلبيها تحقيقات. انا مش هتكلم دلوقتي عشان ما تتاخريش على المدرسه، لما تيجي هبقى اناقشك في الموضوع ده. اتفضلي اركبي العربيه، يلا انا جايه اهو. يلا يا حلوين، كل واحد يطلع الواجب بتاعه قدامه. شاطره يا اسراء، شاطره يا لما. ايه ده؟ فين الواجب بتاعك يا مريم؟ ما حلتهوش. ايه البرود اللي انت فيه ده؟ ايوه انت مش حلاه ليه يعني؟ ما كنتش عايزه احله يعني، ايه المشكله؟ اتفضلي يلا يا مريم، اطلعي بره الفصل على غرفه المدير. هيعمل ايه يعني؟ انا شكلي هعملك استدعاء ولي امر، لان انت بجد لا تطاقي. اتفضلي اطلعي بره على غرفه المدير. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ اوعي من هنا. خير يا مريم، دي المره الكام تيجي المكتب بتاعي؟ انت حرفيا الاسبوع ده جيتي اكتر من 5 مرات. اعمل ايه يعني؟ المدرسين رخمين قوي. ما ينفعش تقولي كده على المدرسين بتوعك على فكره. انا للاسف مضطره اعملك استدعاء ولي امر يا مريم، لان اسلوبك ده هيعمل مشاكل كبيره قوي ليكي. ماشي اعمل، مش فارقه معايا اصلا. استغفر الله العظيم يا رب، البنت دي لا تطاق. انتي مش عارفه حصل ايه بجد النهارده يا ميرا. كل المدرسين وحتى المدير رخمين قوي النهارده. فكك يا بنتي، هو في حد اصلا بيسمع كلامهم؟ المهم، في حفله النهارده في بيتي، هتيجي ولا لا؟ مش عارفه، حاسه ان انا مش في المود. طب بس تعالي هتنبسطي قوي. زائد كمان كل صحابنا هيبقوا هناك. ها، غيرتي رأيك ولا لسه؟ اوكي ماشي انا موافقة، بس انا خايفة امي المزعجة تقول لأ. هنلاقي لها صرفة، بس تعالي. اكيد الكل هيبص عليا النهاردة، لاني اجمل واحدة في العالم ده. انت رايحة فين يا مريم؟ خارجة. انت خارجة ازاي دلوقتي الساعة 8 بالليل؟ هتخرجي فين؟ معزومة على حفلة في بيت صاحبتي، بس انا ما وافقتش انك هتروحي. وافقتي ما وافقتيش انا هروح في الحالتين. انا ملاحظه ان مؤخرا اسلوبك بقى وحش خالص. انا مش هخسر صحابي علشانك، معلش يعني يا ماما. صاحبتي عزمتني وانا قلت مش هرجع في كلمتي عشانك. ماشي يا مريم، اطلعي، بس لو حصلك اي حاجه يبقى انت اللي جبتيه لنفسك. ما ترجعيش تعيطيلي زي كل مره بعد ما بتعملي نصيبه. اتفضلي امشي من وشي. احسن برضو، ده ايه ده؟ عايزه تتحكم فيا على اساس انها اللعبه بتاعتها. ايه القرف ده؟ الدنيا زحمه جدا. ايه ده يا جماعه، هي ماتت ولا ايه؟ حد يطلب الاسعاف بسرعه. في ايه يا دكتوره؟ بنتي حصل لها ايه؟ انا جالي مكالمه من المستشفى انها في الطوارئ. بنت حضرتك عملت حادثه مرعبه، اتمنى ربنا يقومها بالسلامه بعد كل ده. بقى عندها تشوهات من الدرجه الثالثه، جلدها حتى اتغير. بنت حضرتك رجليها مكسوره وايديها مكسوره ورقبتها مكسوره، حرفيا هي عاجزه عن الحركه خالص دلوقتي. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ادعي لها. تقدري حضرتك تروحي تشوفيها دلوقتي؟ مريم يا حبيبتي، ليه طلعتي من البيت؟ انا كنت حاسه ان في حاجه هتحصل. لو كنت سمعتي كلامي يا مريم ما كنتش كل ده حصل. انا اسفه قوي يا ماما، يا ريتني سمعت كلامك. ان شاء الله تقومي بالسلامه يا حبيبتي، مهما حصل حبك زي ما انتي. انا بقيت وحشه قوي يا ماما، وما عادش فيها اي حاجه حلوه. لا يا حبيبتي، انت هتفضلي جميله دايما في نظري، وهتفضلي شخصي المفضل للابد. مش معنى ان انت عملتي حادثه وفي حاجات فيكي كتير اتغيرت، مش معنى كده ان انا هكرهك يا مريم. انا عارفه ان انت كان اسلوبك وحش وطريقتك كانت وحشه، بس انا هسامحك لان انت بنتي، وانا ماليش غيرك وانت مالكيش غيري. انا بحبك قوي يا ماما، وانا كمان يا مريم يا حبيبتي. ودي يا جماعه كانت قصه مريم، البنت المغروره اللي كانت شايفه نفسها بسبب جمالها. انتهت قصتها بمأساة، وتعلمنا من القصة دي ان المظاهر مش دايما بتكون كل حاجة، لان ممكن يكون شكلنا حلو من بره لكن من جوه بنبقى وحشين. كل ما كان تعاملنا مع الناس احلى كل ما حبونا اكتر. لو عجبكم القصة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وما تنسوش كمان تشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتحبوهم. بحبكم جدا، باي.